السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم هناء صادقين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جيت نشارك معكم العجين المورق اسرع وابسط طريقه اللي تقدروا تعدلوا بها العجين المورق اللي كتحتاج بزاف ديال الحاجات. تعملوا المملحات، تعملوا بها الحلو، واللي كتقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه. فوقاش ما بغيتوا تعدلوا بها المملحات او عندكم حشوه حلوه او ملحه، كتلقاوها واجده سهله في التحضير. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تنساش الاشتراك والضغط على الجرس باش تبقى توصل بكل جديد، واللي لايك ديالكم التعليق ديالكم اللي دائما تشجعوني على الاستمرار. تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا معايا على المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاج، عندي 600 غرام ديال الدقيق الابيض، من الاحسن يكون رطب، وعندي 200 غرام ديال الزبده اللي عملتها في الفريكو حتى ثلجات مزيان وحكيتها بهذه الطريقه هذه باش تجيني سهله. وعندي شويه ديال الملحه ودانون طبيعي، ياغورت طبيعي، وكنحتاجو المايزينا للتوريق. صافي غادي نخلط هذاك الطحين مع شويه ديال الملحه، وغنضيف الزبده اللي مثلجه كتكون في هذا الاثناء، وغنبقى نرمل بها هذاك الطحين. نحاولوا ما نعجنوهاش، خصنا هكذا تبقى الزبده حبوب ومخلطه مع شويه ديال الطحين هكا باش العجينه ديالنا كتجينا مورقه حتى ينسجموا مع بعضياتهم. وغنضيف دانون ياغورت طبيعي، وغنزيد نجمع بالماء العادي، من الاحسن يكون الماء بارد باش يحافظ على البروده اللي كاينه في الزبده. فاش كنضيفوا الماء كنجمعوا غير برؤوس الاصابع ديالنا، ما نعجنوش العجينه، مابقاوش ندلكوها بزاف باش الزبده ما تسيحش. بغينا حنايا العجينه تجينا قاصحه، والزبده تبقى يعني مخدومه معاها مزيان، ماشي سايحه. الا بقيتو كتعجنوها بزاف راه غادي تذوب هذاك الزبده والعجينه ديالكم ما غاديش ناجحه. صافي كنجمعوها باطراف الاصابع وكنطلقوها على سطح العمل. طبعا كنرشوا مايزينا مزيان من قبل، داكشي علاش كتشوفوا العجينه بيضه. وصافي كنقسمها على 4 ديال طبقات. كنصور بيد واحد، داكشي علاش التصوير وحتى الطريقه جاتني شويه صعيبه حيت خدامه بيد واحد. مهم صافي كنبقى نتنيها بهذه الطريقه هذه، وعاوتاني نعملها في الطرف الاخر ونجمع حتى نكمل العجينه ديالي كامله. هاد الطريقه هذه هي اللي غتعمل فيها ديك الطبقات. ومن الضروري العجينه ديالكم تكون مدهونه مزيان بمايزينا باش ما تلصقش على بعضها. حنا الغرض ديالنا تجينا مورقه. فاش كنعملوها في المملحات كتجي رائعه الا جربتوها في الشوصون بالجبن او ديال الطون او اي حشوه. وتقدروا تعملوها مالحه كما قلت لكم، وحلوه تعملوا بها الملفاي او الفولفون، اي حاجه بغيتو تعملوا بها راه كتجي ناجحه 100%. وكما شفتوا سهله. وطريقه الاحتفاظ ديالها نقسمها على 4 وغادي نعملها في السلوفان ونخبعها في الفريغو فوق ما احتاجتها نجبدها ونخدم بها. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش لي لايك ديالكم، التعليق ديالكم. نتلاقاكم انا في فيديو اخر على نفس القناه. كونوا في الموعد. الى اللقاء.